السلام عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في آخر أخبار الكرة مع عمر. اليوم حلقة جديدة بعد غياب طويل، رجعنا لكم بحلقة قوية، حلقة نارية، برشا أخبار باش تعجبكم، برشا أخبار مزيانة اللاعبين في الخارج، وبرشا أخبار تم جمعيتنا في تونس. ومن غير ما نطول عليكم يلا نبدأ. الأخبار الأولاني يهم لاعبنا التونسي سيباستيان تونيكتي، دخل دقيقة 70 صنع هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ثم سجل الهدف الثاني في الشوط الإضافي، ورشح فريقه وأنقذه من خسارة. تألق كبير للاعب التونسي سيباستيان تونيكتي، وكان المنقذ ورجل المباراة لسلتيك. نحكيو للأخبار اللي بعد ومازلنا في الأخبار المزيانة. قميص الترجي يتوج كأحسن قميص في العالم بعد استفتاء عالمي تم التصويت فيه من الجماهير العالمية. قميص الترجي يحقق أحسن قميص في العالم. ونكملوا في الأخبار الباهية. أنيس بن سليمان رجل الشهر في إبسويش تاون، تألق كبير من لاعبنا التونسي، يقدم في أداء عالمي مع إبسويش تاون، وإن شاء الله نشوفوه ديما يقدم أكثر، ونجم نقولوا إنه افتك مكانه في المنتخب بعودة قوية جدا. نتعداو للأخبار اللي بعده يهم المنتخب كذلك. السليتي لاعب فاينورد في اتصالات متقدمة حسب المصادر إنه على أبواب المنتخب وإن شاء الله تتم صفقته ويكون في المنتخب لاعب عنده مهارات كبيرة جدا. ونكملوا في أخبار المنتخب التونسي. هيثم حسن هذه المرة مرفضش المنتخب التونسي ويطلب مهلة، عكس ما عمل مع المنتخب المصري رفضه. هيثم حسن يطلب مهلة أخيرة للتفكير وممكن نشوفوه في المنتخب، هذا وارد. الأخبار اللي بعده يهم لاعبنا التونسي معتز النفاتي، يقترب من تمثيل يونغ بويز، فريق محترم جدا. إن شاء الله تتم الصفقة ونشوفوا تألق كبير للاعب هذا، عنده إمكانيات ومازال في عمره صغير. إن شاء الله نشوفوه في الفريق هذا إن شاء الله. آدم مغلب يوقع رسميا عقد احتراف مع نادي باريس سان جيرمان، وهكا تكتمل التشكيلة 4 لاعبين في نادي باريس سان جيرمان. إن شاء الله نشوفوهم في المنتخب، كلهم متفوقين على برشا لاعبين في نادي باريس سان جيرمان، كلهم ظاهرين قوة كبيرة في اللعب، متألقين يعني. عادي جدا أن نراوهم في المنتخب في كأس العالم، أو على الأقل زوز ولا ثلاثة منهم. ونكملوا بآخر أخبار بعد انتقال سيف الله الطيف، في أول مباراة له يسجل هدف ليه أو الهدف ليه مع فريقه. إن شاء الله المزيد التألق للاعب. وهكا نكون وصلنا لختام الحلقة. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وما تنسوش لايك وأبوني، تابعونا باش توصلكم آخر الأخبار. يلا ليلتكم زينة.